بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن الشلن المصري وأسعار الشلن المصري. شوف الأول الشلن أهو، ده الشلن أهو قدامك أهو يا باشا، ده الشلن أهو وحالة زيرو أهو، أنصر أهو، حالة زيرو ما اتلمستش أهو. دي الحالة الزيرو بقى اللي ما اتلمس أهو، لسه أكنه لسه طالع من البنك دلوقتي حالا أهو. مكتوب عليه إيه بقى؟ مكتوب عليه جمهورية مصر العربية أهو، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية أهو يا باشا، بإمضاء المحافظ مدحت حسني. وادي الإيه الظهر بتاعه، ده الظهر بتاعه أهو، شوفوا أهو، جمهورية مصر العربية و5 قروش أهو يا باشا، 5 قروش. نتكلم بقى على السعر. السعر كام؟ نتكلم عن السعر. السعر كام؟ الورقة اللي في إيديا دي واللي قدامك ده كله، كل اللي قدامك ده، الورقة ب5 جنيه، الورقة الواحدة ب5 جنيه، عشان الناس اللي هي مفكرة إن الحاجة دي غالية. مش ده الغالي. الورقة اللي قدامك دي سعرها 5 جنيه، سعرها 5 جنيه. الغالي ده حاجة تانية، الغالي ده هقول لك عليه. خلينا في الأول في اللي قدامنا. اللي قدامنا ده سعره 5 جنيه. الورقة الأنصر دي الزيرو دي اللي ما اتلمستش سعرها 5 جنيه. يعني الورقة الزيرو اللي قدامك دي سعرها 5 جنيه. لو ورقة أقل بقى، لو ورقة أقل في الجودة، لو حالة الورقة أقل من كده، مش هتعمل حاجة، مش هتعمل فلوس، مش هيبقى لها سعر. اما دي جديده اهي قدامك زيرو، وبتتباع ب5 جنيه وب4 جنيه كمان وب3 جنيه، بس خلينا في الوسط ان هي سعرها 5 جنيه. في ناس بتبيعها الباكو منها سعر الورقه ب3 جنيه وب4 جنيه، بس تاخد باكو على بعض، او 4 جنيه بس برضو تاخد باكو على بعضه. لو ورقه لوحدها ب5 جنيه، لو ورقه لوحدها سعرها 5 جنيه، فدي سعرها 5 جنيه. الغالي بقى ده حاجة تانية، هنبقى نعمل عليه فيديوهات، هنعمل عليه فيديوهات تانية اللي هو الغالي ده، وايه شرط الغالي والكلام ده كله. الغالي اللي بدل ما مكتوب هنا جمهورية مصر العربية هيبقى مكتوب عليه الدولة المصرية، الدولة المصرية، بدل كلمة جمهورية مصر العربية مكتوب الدولة المصرية. وهنا العلامة المائية بتاعته صورة الملك فاروق، بدل العلامة بتاعت توت عنخ آمون دي، بدل صورة توت عنخ آمون اللي هي قدامك دي، هيبقى العلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق، صورة الملك فاروق، ومكتوب الدولة المصرية، والظهر بتاعه مكتوب عليه الدولة المصرية. دي اللي غالية، دي اللي سعرها غالي، بتعمل مبالغ، بس شرط يكون مكتوب هنا الدولة المصرية. وده طبعا مش هتلاقي منه، الدولة المصرية ده مش هتلاقيها الا بص الناس اللي معاها منه محتفظة بيه، وطبعا الناس اللي محتفظة بيه دي لا هتبيع ولا هتشتري، بيبقوا محتفظين بيه بس. اما جمهورية مصر العربية ده سعره 5 جنيه، سعره 5 جنيه. في ناس بقى تقول لك انا معايا الورقة دي يا عم ده من سنة 40. يعني ركز هنا، يقول لك ايه، الورقة من سنة 40 اهي، مكتوب سنة 40 اهي، اصدار سنة 40. لا، ده القانون. لو ركزت هتلاقي يقول لك صدرت بمقتضى القانون، قانون العملات، قانون العملات اللي هو صدر في سنة 40، قانون العملات اللي هو صدر في سنة 1940، ده القانون. اما الورقة دي اصدار الثمانينات والتسعينات، دي الورقة دي انطبعت في الثمانينات والتسعينات،
الورقة انطبعت في التمانينات والتسعينات، أما 1940 ده اللي هو سنة إصدار القانون بتاع العمولات مش الورقة. اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تبخلش علينا باللايك عشان الناس بتبخل علينا باللايك وبتبخل علينا بمتابعة للصفحة. اعمل لايك ومتابعة للصفحة عشان نقدر نعمل لكم فيديوهات جديدة وتقدر تستفاد من الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.